بيبدأ فيلمنا بتاع النهاردة بصرصار صغير ماشي في الشارع بيدور على مكان يحميه من البرد واسمه جيميني، وهو ماشي بيشوف بيت مكتوب عليه إن ده بيت النحات، وجيميني بيفرح جدا لما بيشوف مخلفات القمامة موجودة في البيت ده وكمان نار للتدفئة، وبيقول إن المكان ده مناسب ليه. وبنعرف إن المكان ده بيت النحات جيبوتيو، واللي بيكون راجل عجوز ووحيد وبيصنع وبينحت لعب وساعات من الخشب ومخلفات القمامة. وأول ما بيدخل البيت بيلاقي حاجات كتير قوي متعلقة على الحيطة، والحاجات دي بتكون ساعات، وكل ساعة بتكون بتحكي رواية وقصة معينة زي سندريلا وسنو وايت وذات الرداء الأحمر وغيرها كتير من القصص. وبعد كده بنشوف الحاج النحات وهو قاعد بيصنع لعبة خشبية وبيغني، وبيكون كلمات الأغنية دي بتدل على إنه كان بيتمنى إن ابنه يفضل عايش معاه لأنه كان مونس حياته ومليها عليه، وبيقول إن نفسه يرجع ويغنوا ويرقصوا سوا زي ما كانوا بيعملوا. وبنعرف بعدها إن النحات خسر ابنه ومراته وبقى عايش لوحده، ومن كتر وحدته بدأ إنه يكلم الحيوانات والحاجات اللي حواليه، وما بقاش ليه غير قطته والسمكة بتاعته، وكان بيقعد يكلمهم من وحدته، وكان بياخد رأيهم في الدمية الخشبية اللي هو عملها. وفي الوقت ده واحد بيخبط على باب النحات، وبيكون زبون وعاوز يشتري منه ساعة من الساعات اللي متعلقة على الحيطة، لكن النحات بيعترض ومش بيوافق، وبيقول له إن ساعاته دي لا تقدر بثمن، إنها خلاصة إبداعاته وإنه ما يقدرش يبيعهم أصلا. فبيتضايق الزبون جدا وبيبقى مش فاهم جيبيتيو وإنه إزاي عنده محل لبيع الساعات ومش راضي يبيع أصلا ساعات. وبنعرف بعد كده إنه ما يقدرش يبيع الساعات دي لأن مراته اللي فقدها كانت بتحبها جدا، وإن الساعات دي هي اللي بقياله بعد موتها. وبعد كده بنشوف القط وهو بيبص على الساعات، فجيبيتيو بيقول له عندك حق، ودلوقتي الساعة بقت 12 وده ميعاد النوم. وفعلا في الوقت ده كل الساعات بتدق مع بعض، وبيلبس هدوم النوم، والقط بيروح على سريره، وبيودع النحات الدمية الخشبية اللي هو عملها، وبيقرر ان هو يدي الدمية الخشبية دي اسم علشان يعرف يتكلم معاها، وبيقول ان هو هيسميها بينوكيو. وبعد كده بيبص مستر جيبوتيو للسما وبيتكلم مع قطته، وبيقول ان السما صافية النهاردة والجو جميل. وفجأة بيعدي من قدامه نجم لامع، وبيعرف ان ده نجم الامنيات، وبيقرر انه يتمنى امنية، وبيبص على البرواز وبيفكر وبيتمنى امنية. وجيمين الصرصار بيبقى بيتفرج على كل ده، وبيبقى حزين جدا على حال مستر جيبوتيو وعلى وحدته وعلى خسارته لأهله. وبعد كده مستر جيبوتيو بينام، وفجأة بعد ما ينام بيدخل ضوء أزرق جميل على الصورة وبينعكس على الدمية، وبتبدأ إن الدمية تتحرك لوحدها، وبيبقى جيميني شايف كل ده ومنبهر. وبعد كده بيروح يتكلم مع الدمية بينوكيو، وبينوكيو بيبقى بيكرر كلام جيميني كأنه زي البغبغان بالظبط. فالجنية بتلاحظ إن بينوكيو بيكرر نفس الكلام اللي بيقوله الصرصار، فبتشاور بالعصاية السحرية بتاعتها وبتخليه قادر يتكلم طبيعي، وبيتكلم وبيبقى واعي وفاهم زيهم، لكن بيفضل زي ما هو دمية خشبية. وبينوكيو بيطلب منها انه يبقى انسان حقيقي عشان يساعد باباه، فبتقول له عشان تبقى انسان حقيقي لازم تبقى صادق وشجاع ومش اناني. فبيسألها بينوكيو بيقول لها ازاي الانسان يبقى عنده الثلاث صفات دول، فبتقول له من خلال الضمير، لكن بينوكيو مش بيبقى فاهم يعني ايه ضمير. فبتطلب الجنية من جيميني ان هو يبقى ضمير بينوكيو، لكن جيميني بيرفض وبيقول للجنية انه مشغول ومش فاضي. فالجنية بتقول له ان هي اصلا شايفة ان جواه فاضي وكائن ملوش مكان، وبيتنقل من مكان لمكان عشان يستقر او يقعد فيه كام يوم ويمشي. فجيميني بيتكسف منها جدا وبيقرر انه يبقى عنده هدف في الحياة، وبيوافق انه يبقى الضمير لبونوكيو. وبتفرح الجنية جدا بيهم وبتودعهم. وبعد كده بيصحى جيبوتيو لانه حس انه سمع صوت، فبيصحى وبيسأل السمكة بتاعته وقطته، وبيبقى عارف ان هما مش هيردوا عليه. وبرضه بيسأل بونوكيو، لكن بيتفاجئ ان بونوكيو بيرد عليه وبيقول له والدي، وبيكون بيكلمه، وبيتخض جدا مستر جيبوتيو وبيبقى مش مصدق، لكن بيبدأ انه يستوعب، بيعرف ان امنيته اتحققت وان الدمية اللي كان عاملها بقت انسان وبتتكلم. وبيفرح جدا وبيقول انه اخيرا مش هيبقى وحيد وهيبقى عنده عيلة، وبيبدأ انه يشيل بونوكيو ويرقصوا سوا وبيبقوا فرحانين جدا. وتمر الايام والنحات وبونوكيو بيبقى عايشين ومبسوطين جدا مع بعض، لكن بيقرر مستر جيبوتيو ان يدخل بونوكيو المدرسة علشان يتعلم اكتر ويفهم الدنيا اللي حواليه. وفي تاني يوم الصبح بيصحى مستر جيبوتيو وبونوكيو علشان يروح المدرسة، وبيودعوا والده، وبونوكيو بيكون متحمس جدا عشان يعرف العالم الخارجي. وبيفضل واقف مستر جيبوتيو وبيبقى بيبص على بونوكيو وهو ماشي ورايح المدرسة، وبيلاقي الحمامة صوفيا، والحمامة دي بتبقى صاحبته هي كمان، وبيحط لها الاكل قدام الباب وبيدخل هو جوه. وبيصحى جيميني متأخر وبيعرف ان ده كان اول يوم مدرسة وكان لازم يروح مع بونوكيو في كل مكان، فبيلبس بسرعة وبيجري وبيطلع من تحت الباب، وفجأة بيشوف الحمامة صوفيا، فبيخاف جدا ان هي تاكله، لكن صوفيا بتقوله ان هي مش بتحب تاكل
الحشرات، وبيطلب منها ان هي توصله المدرسة لانه لازم يكون مع بينوكيو علشان هو الضمير بتاعه. فبتوافق الحمامة ان هي توصله. وبنشوف بقى بينوكيو وهو ماشي في الشارع في اتجاهه للمدرسة، وبيشوف بينوكيو ثعلب وقطة وبيكونوا اشرار وبيشوفوه وبينبهروا بيه جدا وبيقولوا ان دي دمية بتتحرك، وبيقولوا ان احنا هنعمل منه فلوس كتير قوي لو اخدناه ووديناه السيرك. فبيقرروا ان هم يخطفوه علشان يبيعوه للسيرك. وهو ماشي في الطريق بيوقفوا الثعلب وبيقول له انت رايح فين؟ فبيقول له انا رايح للمدرسة. فبيقول له ايه رأيك اخليك مشهور جدا وتعمل فلوس كتير جدا؟ فبينوكيو بيعترض وبيقول له لا انا عايز ابقى انسان حقيقي واخلي والدي فخور بيا. فبيضحك عليه القط والثعلب وبيقول له انت عمرك ما هتبقى انسان حقيقي من غير ما تبقى مشهور، وان انت بقيت انسان حقيقي هتبقى انسان نكرة ووالدك مش هيبقى فخور بيك. في الوقت ده بيوصل جيميني وبيقول له اوعى تصدقهم وان الثعلب والقط ده مش صادقين. فبينوكيو بيقول له انهم قالوا له انهم صادقين. فجيميني بيقول له انت مش لازم تصدق كل واحد يقول لك انه صادق، وكمان مش لازم تثق في اي حد، وان مفيش حد صادق هيقول على نفسه انه صادق. فبيفكر بينوكيو بيقول له طب ما كده انا مش هثق فيك انت كمان. فبيرد عليه جيميني وبيقول له انا لو مكانك هصدق حد عينته الجنيه كضمير ليه. فبيقتنع بينوكيو بكلام جيميني وبيصدقه. وبيروح بينوكيو المدرسه، واول ما بيوصل المدرسه بيودعه جيميني، وبعد ما بيدخل المدرسه بينطرد على طول. والمدرس بيقول له ان هو بيدرس للاطفال الحقيقيين بس، ومش بيدرس لدميه. الدميه دي تروح تلعب بيها في السيرك مش في المدرسه. وبينهار بينوكيو بيقول ان المدرسه والمدرسين مش بيحبوه. في الوقت ده بيستغل الثعلب والقطه الموقف وبيحبسوا جيميني تحت برطمان ازاز، وبيبداوا ان هم يخطفوا بينوكيو ويودوه السيرك. وفجاه بيشوف بينوكيو نفسه قدام العرض، وفجاه بتفتح ستاره العرض، وبعد ما بيكون صاحب السيرك قدامه وقال ان ده ولد الخشب اللي فاكر نفسه ولد حقيقي، وبتبدا الحبال تتحرك للرأس وبتحركه جامد قوي وبيقع، ومناخيره الخشبيه بتمسك في الارض بتاعت السيرك جامد، وكل الناس بتبدا تضحك عليه ويتريقوا. وبعدها بيسمع بينوكيو صاحب السيرك وهو بيقول ان الولد ده غبي. فبيقوم بينوكيو بيكمل عرض الرأس، والناس كلها بتنبهر وبترمي عليه فلوس. وبعد كده بيدخل بينوكيو مكانه في السيرك وبيشوف كاندي ويك وهي بتغني وبترقص باليه، بس بيلاحظ ان رجلها خشبيه وان هي بتتمنى انها تبقى راقصه باليه. وفي الوقت ده بيدخل صاحب السيرك وبيشوف بينوكيو وهو بيبص على كاندي ويك وبياخده وبيسحبه في قفص، وبيقول له ان هو هيكسب منه فلوس كتير قوي. وطبعا بينوكيو بينهار وبينادى على والده وهو حزين. وبتظهر كاندي ويك من فتحه من باب ظهر العربيه وبتقول له ان هي هتساعده. فبيقول لها لا، وانه مش هيثق في اي بني ادم تاني غير والده. وفي الوقت ده بيسمع صاحب السيرك بيقفل الفتحه اللي هي فتحتها بالترباس، وبيسيب بينوكيو محبوس في المكان ده. وفي الوقت ده بيكون جيميني لسه محبوس تحت برطمان الازاز ومش عارف يطلع. وفجاه بتعدي من قدامه عربيه السيرك وبيشوف بينوكيو وهو محبوس في القفص فيها، لكن لحسن الحظ في طوبه بتخبط في البرطمان. فبيقدر جيميني ان هو يخرج من تحت البرطمان وبيجري بسرعه وبينط في العربيه، وبيوصل لبينوكيو وبيقول له ان كل ده حصل نتيجه افعاله. فبيبدا يرد عليه بينوكيو وبيقول له انه ما كانش عايز يبقى مشهور، فمناخيره بتطول شويه. وبعد كده بيقول له كمان انا ما كنتش مبسوط والناس بتسقف لي. فجيميني بيقول له ان سبب ان مناخيرك بتطول كده ان انت بتكذب، وده من السحر اللي الجنيه عملته عليك عشان ما تكذبش ابدا. وبعد كده جيميني بيلاحظ ان مناخير بينوكيو قربت توصل للمفتاح، فبيخليه يكذب اكتر عشان يوصلها ليه وياخد المفتاح. وبعد كده بيقول الصدق وبترجع مناخيره تاني للقفص، وبيقدروا ان هم يفتحوا الباب ويخرجوا من القفص. وبعد كده بيجروا في الشارع جامد، ومن كتر سرعتهم بيخبطوا في عربيه وبيطيروا عليها، وبيلاقوا نفسهم ان هم قاعدوا في العربيه، والعربيه دي بتبقى مليانه اطفال. وبيبصوا بينوكيو وبيلاقي ولد جنبه وبيساله على المكان اللي هم رايحينه. فالولد بيرد عليه وبيقول له انهم رايحين ارض المتعه، والارض دي بيبقى اسمها ارض المتعه لان هي خاليه من القوانين والاوامر بتاعه الابهات والامهات، وان هناك مفيش قيود خالص. وفي الوقت ده بيكون جيميني وقع من على العربيه وما بيقدرش يوصل لبينوكيو، فبينزل بينوكيو مع الاطفال في ارض المتعه، وبيكون فيها كل انواع الالعاب اللي اي طفل يتمنى انه يلعب عليها. وبيركب المركب جنب طفل في عربيه بتمشي في وسط الميه، وبيعدي وهو راكب على العاب كتير قوي كل الابهات والامهات بتبقى رافضه ان هم يلعبوها لاولادها، لان كل لعبه ليها صفات سيئه زي الغش والكذب او لعبه التكسير والتحطيم للساعات. وبيبدا بينوكيو يتكلم مع نفسه وبيقول ان والده لو شافه بيعمل الحاجات دي مش هيكون فخور بيه. وفي الوقت ده بيكون جيبوتيو بيدور على بينوكيو وبيكون حاسس بالذنب ان هو السبب انه سابه يخرج. وبتيجي الحمامه صوفيا وبيبقى معاها اعلان عن جزيره المتعه، وبيعرف ان بينوكيو هناك، وبيقرر جيبوتيو انه يروح له في ارض المتعه. وفي الوقت ده بيوصل جيميني
لجزيرة المتعة، وفجأة بيشوف وحوش وهي بتخفي الحمير اللي موجودة بالدخان اللي طالع منها، وبيجري جيميني بسرعة وبيهرب منهم وبيدور على بينوكيو عشان يلحقه قبل ما الوحوش دي تلاقيه، وبيضرب الولد جيميني وبيوقعه في البلاعة. وفي الوقت ده بيكون بينوكيو بيلعب مع صاحبه بلياردو، وبيشوف جيميني ان في حمير كتير قوي جوه اقفاص محبوسة، وبيظهر الوحوش وبتخطف الحمير، وبيستخدم صاروخ علشان يطلع فوق ماسورة الصرف اللي وقع فيها. وفي الوقت ده بينوكيو بيكون بيتكلم مع صاحبه بيقول له اللي انت عملته ده اسمه غش وخداع، وانك توتر اللاعب اللي قدامك ده اسمه غش. لكن صاحبه بيقول له ان هي دي الطريقة اللي البني ادمين بيعيشوا بيها وانه لازم يعمل كده. وفي الوقت ده بيظهر للولد وش وودان وديل زي الحمار، فبيعرف انه بياخد قرار غلط ونصايح كمان غلط. وفي الوقت ده بيخرج جيميني من الصرف وبيشوف بينوكيو واللي كان طلع له ودان وديل زي الحمار من تأثير كلام صاحبه عليه، وبيحاول ان هو ياخده وبيروحوا على البحر، وبيستغل ان هو خشبي وبيطوفوا على وش المية، وبيوصلوا للمدينة بتاعتهم. واول ما بيوصلوا البيت بيلاقوا ان البيت فاضي ومفيش حد موجود، وان مستر جيبوتيو مش موجود فيه ولا اي ساعة من الساعات بتاعته الغالية. فبتشوفهم صوفيا وبتعرفهم ان باباه باع كل الساعات الغالية عشان يشتري مركب علشان يروح جزيرة المتعة ويدور عليه. فبيزعل جدا بينوكيو ان باباه استغنى عن اي حاجة حلوة هو بيحبها علشان يدور عليه، وحس بالندم جدا. وفجأة بنشوف عربية السيرك وهي معدية، فبيجري بينوكيو بسرعة وبيستخبى علشان صاحب السيرك ما يشوفهوش. لكن فجأة بتظهر له كاندي لويك وبتعرفه ان صاحب السيرك اتقبض عليه بتهمة السرقة، وبتقول له ان هي بقت صاحبة السيرك، وبتقول له ان هي بتتمنى ان هو ينضم ليها ويشتغل معاها، لكن بيعتذر لها وبيقول لها ان هو هيدور على والده. وفجأة بيختفي ودانه وديله، وبيعرف ان هو كده اخد القرار الصح، وبتودعه كاندي لويك وانها هتستناه يجي يشتغل معاها السنة الجاية. وبينزل بينوكيو المية وبيستغل رجليه الخشبية وبيمشي عليها، وبيربط في صوفيا حبل وبيمسكه علشان يجروا اسرع ويوصلوا لبابا اسرع. وهم ماشيين بيشوفوا مركب مستر جيبوتيو، وبينوكيو بينادى على والده. اول ما بيسمع جيبوتيو صوت بينوكيو بيلف وبيشوفه وبيفرح جدا، وبيحاول يلف ويرجع لكن بيظهر حوت وبيبلع قارب مستر جيبوتيو وبينوكيو، وبيبقى بينوكيو ووالده مع بعض جوه بطن الحوت، وصوفيا بتطير بره وبتنقذ نفسها منه. وبينوكيو ووالده هم في بطن الحوت بيحضنوا بعض، وبيعتذر بينوكيو لوالده انه عمل كل ده، وبيسامحه والده وبيقول له ان احنا لازم نلاقي طريقة علشان نخرج فيها من بطن الحوت. فبيلاقي بينوكيو طريقة، وهو انه ياخد وقود المركب وبيبدأ ان هو يحك رجليه في بعض، فبيولع شعلة نار وبتبدأ ان النار تمسك في الوقود. فاول ما الحوت بيحس بحرارة بيبدأ ان هو يفتح بقه، فبيعرفوا ان هم يخرجوا من بطنه. لكن الحوت ما بيسيبهمش في حالهم وبيفضل يجري وراهم، فبيعوم بينوكيو بأقصى سرعة عنده وبيوصل للجزيرة قبل ما الحوت يبلعهم. فبيقع مستر جيبوتيو على الارض وبيفكروا بينوكيو ان هو مات، فبينهار بينوكيو جدا وبيوعده وبيقول له ان هو هيبقى الطفل الحقيقي اللي هو كان عايزه، بس هو يفضل عايش معاه. فبيفوق وبيحضنه وبيقول له مش انت الشخص اللي انا كنت بتمناه، وان انا ما كنتش متقبلك في الاول زي ما انت، وكنت عايزك تبقى حقيقي، لكن دلوقتي انا بقيت متقبلك كده وعايزك زي ما انت وما تغيرش فيك اي حاجة. وبيشكر والده على الكلام ده، وبينوكيو كده بيبقى صادق وشجاع ومش اناني زي ما وعد الجنية، وبيتحول لطفل حقيقي في قلبه، وبيمشوا سوا هو ووالده. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهارده. لو وصلت معانا لغاية هنا يبقى اكيد الفيلم عجبك. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتنضم لعيلتنا علشان يوصلك كل الجديد اللي بننزله، وما تنساناش بقى في اللايك والكومنت والشير. سلام.